اول مره تحس من ساعه ما ميسي مشي دي حقيقة. ان برشلونه مش محتاجه ميسي. أيوة. يعني مع احترامي اكيد يعني لا مع لا لا, لا احترامي. مفيش كلام. بس فكرة ان انت بتلعب كورة وفرقتك الجمهور مستني الفرقة تلعب كورة ومستني الماتش بتاعه. جماهير برشلونة جات لها فترة هم مش عايزين يتفرجوا على الفرقة، هو بيتفرج اكنه كده بيتعاقب، دي بس هو مضطر يتفرج خلاص فرقته. لا الجماهير دلوقتي دول مستنيين الماتش، مستنيين يشوفوا هانز فليك هيعمل ايه. بص الميزه في برشلونه، يعني برشلونه حتى على من زمان بقى من ايام جوارديولا وعلى مدار السنين والتيكي تاكا، فكره ان برشلونه اصلا بتقدم كرة ممتعة. يعني انا بالنسبه لي برشلونه من اكتر الفرق في تاريخ الكرة اللي دايما بتقدم كرة ممتعة أكيد. فكان اصلا مشجعين برشلونه او غير مشجعين برشلونه بيبقوا عايزين يتفرجوا على برشلونه. فاخر سنتين 3 الموضوع بقى صعب. أيوة. لا يعني انت مش قادر تتفرج. تشافي كحلها خالص. تشافي ليه حاجات حلوه وليه حاجات وحشه. أيوة. يعني بس خلينا يعني عشان انا برضه انا مش عايز اظلمه والله. أيوة. عشان أيوة. الراجل برضه شال شيله مش شيلته. أيوة. تمام شيله مش شيلته بدري قوي بجد. أيوة. والله والنادي ما كانش مستحمل خالص. وده خلي بالك تحدي تاني عمله فليك. انا استغربت اصلا يعني تعيين فليك من الاول، انا استغربت ان هو وافق. أيوة. لان فليك مدرب يعني تقيل قوي. طب خلينا كده نبدا بدري خالص ونشوف كده الترانسفير ماركت بتاع الفرقتين. يعني خلينا كده نشوف كده مدريد اللي راح جاب مبابي اكبر نجم في العالم ومعاه فينيسيوس ورودريجو وفي بيلينجهام اللي كان هداف السنه اللي فاتت، وقلنا الدنيا هتظبط وفي الاخر ما شفناش غير مبابي واندريك. ومدريد دخل السيزون من غير مدافع وهو معوش غير روديجير وميليتاو سلام. ألابا اللي واخد صليبي حبيبي قاعد في المستشفى بقاله فوق السنه باي باي. فيخل اللي رجع من لعيب منتهي يلعن ابو ده لعيب مش ممكن لعيب ما ينفعش يلعب كوره اساسا. لعيب فاشل لعيب جاي من الستينات. فازاي ريال مدريد دخل السيزون من غير ما يجيب مدافع؟ انا ما اعرفش. ومبابي والهاله اللي اتعملت. فايه رايك كده في الترانسفير ماركت بتاع مدريد؟ بص هو مبدئيا بيريز او ريال مدريد عامه هم ليهم اسلوب في التعاقدات هو مش مفهوم. يعني انت مره واحده انا هعمل لك جالاكتيكوس ومره واحده انا مش هعمل صفقات. يعني هو مثلا اخر 3 سنين في موسم جاب فيه كامافينجا بس، والموسم اللي بعديه جاب فيه تشاوميني بس تقريبا. أيوه. والموسم اللي فات بلينجهام بس. بيبقى فيه ترقيعات كده صغيره يعني خلينا نتكلم على الايه اللعيبه اللي هي اللي هتعمل لي فرق. أيوه. يعني اللي هتعمل لي فرق في الملعب. تمام. هو الماركت كله تمحور حوالين امبابي. فكره ان امبابي جاي، فكره الاستاد، فكره الهاله الاعلاميه. انا هو يبقى اللعيب اللي احطه في الاستاد الجديد واول لعيب يتعمل له برزنتيشن في الاستاد. هو كان بيلعب بلاي ستيشن. أيوة انا هلعب هاجم معايا فينيسيوس ورودريجو ومبابي وتحتيهم بلينجهام. انا هكسب 7-6 تمام. مش مهم باقي الفرق. دي حقيقه. والفكره ان ريال مدريد او انشيلوتي او بيريز هم تغاضوا عن فكره ان انت في حلقه كده في النص اتشالت انت ما عوضتهاش. ايوه توني كروز ده كان يا جماعه هو كان منظومه. ايوه ده كان منظومه. هو اصلا انشيلوتي ما كانش بيحتاج تقريبا يقول لهم حاجه السنه اللي فاتت. هو قرر انه ينقل من 4-4-2 من 4-3-3 يرجع للدايموند 4-4-2 وكان معاه 2 مهندسين في نص الملعب بالزبط. توني كروس ومودريتش. بالظبط يا جماعه هو مش محتاج يقول لهم حاجه. هم بيمشوا الماتش. هم معاه 2 مدربين في الملعب. ايوه 2 مدربين في الملعب. توني كروس ده يعني مدرب. بص ان جوارديولا يطلع يقول انا لما تبقى الكرة مع توني كروس انا ما ببقاش عارف هو هيتحكم في اللعب ازاي. بص جوارديولا مش يعني لو نفخ في حد اعرف ان هو جامد قوي. ايوه يعني هي دي كده قاعده. أيوة. جوارديولا ما بيطلعش يتكلم غير مثلا عن ميسي هو اصلا ما بيعظمش في ميسي. بالظبط. هو بيقول لك هو توني كروس هو انا ما شفتش لعيب في حياتي بيتحكم في الريتم زي ما توني كروس بيتحكم في اتجاه اللعب زي ما هو بيتحكم. هو لما اتشال انت تغاضيت عن الفكره خالص. مفيش حد في ريال مدريد شبه توني كروس. ومش هتعرف تجيب حد. قول لي حد في الماركت، قول لي لعيب في الماركت يمثل 50% من توني كروس. لا والله ما لاقي. وما تقوليش رودري عشان رودري ده ستايل تاني خالص. لا ده ديستروير صريح 100% ويقدر يبيلد اب لعبه بس هو ملوش علاقه بتوني كروس. هو توني كروس من اللعيبه. فبصراحه الناس ظلمت بيريز لما قال لك ده ما جابش بديل توني كروس. طب يا جماعه قول لي كده انت لعيب بديل توني كروس. قول لي كده واحد في السوق. ده بقى شغل مدرب. برافو عليك. برافو عليك. اللي هو مش موجود. بالظبط. يعني اللي هو مش موجود. هو دايما او مثلا حته الدفاع دي قال لك ايه؟ طب ما مشيت. انا لعبت السنه اللي فاتت كارفاخال مره وكان جنبي تشاوميني تقريبا وباك يمين كان فاسكيز وشمال كان مندي. ايوه لعب بكارفاخال سيرد باك في ماتش اتلتيكو مدريد. كارفاخال اقصر لعيب في ريال مدريد لعبه سيرد باك. اصلا الكوميدي في الحوار ده لما قال لك انا رحت اسال اللعيبه انت بتحب تلعب شمال ولا يمين؟ قال له لا انا هلعب سيرد باك شمال. قال له خلاص العب انت يمين. فاللي هو ايه يا معلم؟ ايه ده ايوه ده ريال مدريد.